مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض لفائف البتنجان بحشوة بسيطة جدا، لكن طعمها خطير وتحفة بجد. ينفع تاكليها بالرز او تاكليها بالعيش. احنا عن نفسنا اكلناها بالعيش وكانت خطيرة جدا. ويلا بينا على طول نبدأ في الوصف. معايا 2 بتنجانة بالشكل ده، حبتين. انت حابة تعملي اكتر من كده او اقل من كده مفيش مشكلة. وبقطعهم شرايح، طبعا غسلاهم كويس جدا، وبقطعهم شرايح بالشكل ده. الشرايح ما بتكونش تخينة قوي ولا رفيعة قوي، بالشكل ده. بقطعهم كده تمام جدا. ده حجم الشريحة. وبعدين بقى بحطهم في طبق، وبجيب ملح وارش عليهم الملح. بقلبهم كده وارش في الملح، وبحط الباقيين وابتدي ارشهم بالملح. كده تمام. بسيبهم كده ساعة علشان المية تنزل معانا. شوف المية نزلت معانا بتاعت البتنجان عشان ما يشربش مننا زيت. وغسلته من الملح ونشفته كويس. وبعدين جبت طاسة فيها حبة من الزيت صغيرين مش كتار بالشكل ده. وبعدين بقى هبتدي احط البتنجان. طبعا انا لما نقعته في ملح هو اصلا كده كده مش هيشرب معايا زيت، وانا حاطه حبة صغيرين عشان ما يشربش مننا دهون كتيرة. وبقلبه. البتنجان انا مش عايزاه يحمر قوي، انا عايزاه مجرد ان هو يصفر بالشكل ده. وبطلعه في طبق فيه مناديل مطبخ عشان لو فيه اي زيت ولا اي حاجة تنزل منه. يا ريت حبايبي لايك للفيديو. وانتي لو اول مرة تتفرجي عليا، يا ريت تشتركي معايا في القناة وتفعلي الجرس على الكل عشان ينزلك كل فيديوهاتي الجديدة. هقلي بقى كل الكمية اللي معايا بتاعت البتنجان بالشكل ده كده. اول ما لونها بيصفر بقلبها. وبعدين بطلعهم كلهم بالشكل ده. وبعدين معايا بطاطساية كبيرة مسلوقة متقطعة مكعبات ومسلوقة، او بطاطسين وسط، وبحط عليهم نص معلقة من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من البابريكا. دي التوابل بتاعتي. وكل المقادير دي والتوابل انا هسيبها لكم في صندوق الوصف تحت الفيديو. وبهرس البطاطس كويس جدا. كده هرستها. بحط حوالي معلقة صغيرة من الزيت عشان بس تدي نعومية للبطاطس وتخليها متماسكة معايا بالشكل ده كده. وابتدي بقى المها بايدي. وهلف صوابع البطاطس كده، صوابع بالشكل دي. يعني باخد حتة من البطاطس والفها صوابع بالشكل ده. كأني بالظبط هعمل كفتة البطاطس. هلفهم كلهم بالشكل ده كده عشان يعني اختصر في الوقت. لفتهم كلهم. وبعدين بقى بجيب البتنجان بتاعي واجيب البطاطس والفها فيها. وهجيب الصينية وارص فيها على طول.
اي صينية موجودة عندك، سواء صينية بايركس بالشكل ده او صينية عادية، اي صينية موجودة عندك هنلف فيها ونحط بالشكل ده. طبعا انت لو حابة تكتري الكمية ماشي، حابة تقللي براحتك حسب الكمية اللي انتوا يعني محتاجينها. سهل جدا، وصفة سهلة وبسيطة وسريعة لكن طعمها تحفة بجد. كده خلصتها كلها لف. بجيب فلفل، واحدة من فلفل بقطعها شرايح وبحطها كده في الصينية. هي بتدي يعني بنزين بيها الصينية بيبقى شكلها حلو، وكمان الفلفل بيدي طعم جميل جدا وريحة حلوة جدا بالشكل ده. وبعدين بقى بجيب معلقتين كبار من صلصة الطماطم، يعني الحبة دول بالظبط، او معلقتين كبار من الكاتشب، واحط عليهم نص معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة صغيرة توم مفروم، واقلبهم مع بعض. التوم المفروم بيدي ريحة وطعم خطير جدا، واقلبهم مع بعض. انا لو احط معلقتين من الكاتشب بزودهم بشوية من المية، والصلصة برضو انا هحطها دلوقتي وبعدين هزودها بشوية من المية. طبعا بتدوق الملح، لو حسينا ان هي عايزة ملح تاني بحط، مش كويسة فخلاص. وابتدي بقى احطه في الصينية. هحط شوية من على الوش كده بالشكل ده، وبعدين بقى هزودهم بشوية من المية واقلبهم واحطهم كلهم. وبعدين بقى بحطها في الفرن. بحطها في الفرن يعني في الرف اللي في الدور الارضي، وببقى مولعة من فوق ومن تحت. اول ما بتغلي معايا ريحتها بتبقى خطيرة جدا. الريحة يعني ما اقولكيش، ريحة مميزة جدا. وبطلعها بعد يعني شوية كده، بطلعها في الدور التاني اديها لون بالشكل ده. بتطلع معايا خطيرة جدا وريحتها رهيبة فعلا وطعمها تحفة بجد. انا هطلع كمان اوريكم شكلها. وزي ما اتفقنا ينفع تاكليها بالعيش او تاكليها بالرز، خطيرة جدا. وصفة بسيطة لكن خطيرة، وطعمها خطير فعلا وريحتها مميزة جدا. واتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وباي باي في فيديو جديد. وما تنسوناش زي ما اتفقنا ولايك للفيديو وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهات الجديدة. باي باي.